السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتم صحة وراحة بال يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض من الزيت المستعمل الصابون الصلب بقى، او اللي بيقولوا عليه صابون الشمس، بطريقة سهلة وبسيطة، واحسن ما ترمي الزيت واحسن ما تبيعيه. انا من ساعة ما عرفت ان هما بيستخدموه في حاجات مش كويسة ممكن تسبب امراض لناس تانية، وانا بطلت ان انا ابيعه. انا بعته يعني مرتين تلاتة كده بس، والله من ساعتها وانا بطلت ابيعه. انا عندي ارميه ولا اني ايه اسبب في اذى حد. بصوا الرغوة، بصوا الرغوة بتاعته عاملة ازاي، بصوا. مرضتش اعمله على الليفة عشان هتقولوا ده الليفة فيها صابون، عملته على ايه، على سلكة جديدة اهو قدامكم. بدل ما ترميه استعمليه واعمليه صابون، هينفعك، بينظف الغسيل جدا جدا جدا، بيطلع البقع. والله العظيم انا مره ابني كنا جايبين التيشيرت بتاع العيد لابني الصغير ودخل ورماه على ازازه زيت، يعني حطه في الضرفه كده على ازازه زيت. جيت بجيبه بالليل لقيت لك البقعه الزيت قد كده فيه، والله العظيم بامانه لقيت بقعه الزيت قد كده في بقعه كبيره. طب ايه ده بتاع العيد، ده هيلبسه الصبح، هيصحى الصبح يلبسه. طب اعمل ايه؟ رحت داخله على اليوتيوب، ساعتها ما كنتش لسه بقى ولا فتحت قناه ولا اي حاجه. شايفين الرغوه؟ رحت جايبه، كان عندي صابونه من ديت، كانت اختي مدياني الله يبارك لها كام واحده ويشفيها يا رب. اختي الكبيره كانت مدياني وكان عندي فما اشتريتش، رحت عاملاها بيها والصبح ونشرته والصبح ولا كأن كان في اي حاجه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. شايفين الرغوه عامله ازاي؟ انا بقول لكم على طريقه انا بعملها، طبعا ما حدش عملها على اليوتيوب قبل كده ولا حد وراها لكم. بص، انا بجيب قطعه الصابونه، بدل ما تزهقي بقى من ان انت تمسكي الصابونه كل شويه وتقعدي ترغي فيها، لا انا ببوشه، بجيب ميه مغليه واحطها فيه وانقعها. عايزه تنقعها في ميه عاديه من بالليل وتصحي الصبح تستعمليها كانك بتستعملي صابون سائل عادي، مش هيضايقك في اي حاجه، وتحفه وبينضف المواعين وبيلمع الالمونيا، فحلو في كل حاجه. والله لو عندك غساله عاديه اللي هي مروحين دي ممكن تبشريه كده وتحطيه مع الغسيل. دي بقى انا بعملها وبسيبها ايه لتاني يوم، هتقعد مثلا ساعتين. هنا انا كنت بشرح لكم صوت بس لغيته طبعا. بحطها واسيبها بقى كأنك بتستعملي صابون سائل عادي. دي طبعا الطريقة دي محدش عملها على اليوتيوب خالص. خشوا على قنوات اليوتيوب كده بتاعت اللي عملوا الصابون وشوفوا، محدش عمل الطريقة اللي انا عاملاها دي الطريقة انا معتمداها. وانا بكلمكم دلوقتي والله ونقع صابون من ده، مع اني غسلت المواعين وكده بس نقعته بره عشان يبقى موجود ايه عشان استعمله. وفي ميزة تانية ان هو مهما تسيب السلكة فيه، لو سبت السلكة فيه اسبوع ما بتصديش، والله العظيم السلكة ما بتصديش خالص فيه. بصوا ده بعد ما نقعته شوية اهو، بصوا المنظر كأنك بتستعملي صابون عادي اهو. بصي مش هيضايقك في اي حاجة. في ناس تقولك ده بيزيت وبيعمل، ولا اي كلام من الكلام ده. شايفين الرغوة؟ السلكة لو قعدت اسبوع فيه والله يعني كده كمان بيوفر لك ان انت ما بتهدريش سلك. انا لما استعمل الصابون السائل واسيب السلكة فيه 5 دقايق بتصدي، ما بعرفش استعملها تاني، برميها. بصوا صغرت ازاي، يعني بص عامله الرغوه دي ولسه بصوا فيها اهي. هي تعمل لك كام مره تاني، يعني بصي تغسلي المواعين كذا مره بيها بالقطعه الصغيره اللي انا قطعتها لكم دي. شايفين الرغوه اهو، ولا سحر ولا شعوذه، على عينك يا تاجر اهو، وبسلكه جديده تاني، ما جبتش نفس السلك عشان تشوفوا الرغوه كده قدامكم.
وبمكونات موجودة في البيت، مش هتشتري حاجة. يعني الزيت عندك اللي ممكن تجيبيه، بس تلاقي عندك المسحوق اللي هنحطه. اللي هتجيبيه مثلا ايه اللهم صل على سيدنا محمد، البوتاز بس، او اللي هو الصودا القوية بيقولوا عليها، وفي بلاد تانية بيقولوا عليها دي بوشار، يعني ليها اسامي كتير يعني. شايفين؟ عجباني الرغوة اوي ومستمتعة بيها جدا اقسم بالله. بصوا من البيت، مش هنجيب حاجة من بره. يلا بقى نشوف بقى هنعمله ازاي. بس انا عمالة العب عجباني اوي الرغوة، مبسوطة ومستمتعة بيها اوي. يلا بقى كده هنعمله. هنا بقى بصوا ده الزيت انا محوشاه، وهنعمله بايه؟ هنعمله بالكوباية. نصفيه بس الاول كده. بص انا جايبة فرد الشراب قديمة، اصفيه عشان خاطر لو في اي شوائب او اي حاجة ما تبقاش موجودة معانا ايه في الصابون. هصفيه كله وهناخد ايه على قد ما هناخد. لو عندك اي حاجة بقى تصفيه بيها، بس اكيد كل بيت يعني فيه فردة شراب قديمة او فردة شراب ضايعة فردتها، يعني ده الطبيعي بتاع الام المصرية يعني. بصوا بيتصفى ازاي. طبعا حطيت على قد الايه الشفشق. الكوباية بقى اللي هنستعملها هي كوباية موحدة، يعني الكوباية اللي هتستعمليها في بقية المكونات كلها. بصوا هنا دوت قشر ليمون انا محوشاه، بتجيبيه بتغليه، تفضلي تغليه لغاية ما تحسي ان هو اتسلق معاكي كده، عشان تاخدي ايه، تاخدي المية بتاعته تعملي بيها، يبقى ايه صابون بريحة الليمون معاكي. ده كله هيتصفى طبعا تاني، بس انا لازم اعصره كده. نجيب حاجة بقى ونصفي بيه، مصفى كده، بس هنعايره الاول. نعايره بالكوباية. مصفى كده نحطها في الطبق عشان خاطر ايه ما نبهدلش الدنيا. ناخد ايه كوبايتين من عصير الليمون ده او مية الليمون. انت ممكن تعصري ليمون وتحطيه، بس مش هتحطي الكمية دي كلها طبعا يعني. بس احنا ايه حابين نوفر ايه، كده كده عندنا قشر ليمون موجود في التلاجة، بدل ما نرميه وبدل ما تهدري ليمون تاني، ناخد ايه، ناخد قشر الليمون ونعمله. ده بقى اللي هو البوتاص، هناخد برضو بنفس الكوباية. هنعير برضو ايه بنفس الكوباية دي، عشان نجيب كوباية من بره تاني، هي الكوباية تبقى موحدة.
انا مرضتش اسرعه معاكم الفيديو عشان خاطر ايه تبقي شايفة كل حاجة كده ايه واحدة واحدة معاكي. لو كنت سرعته كان هيبقى اقل من كده، بس ما كنتش هتفهمي حاجة برضو ايه لما الفيديو يبقى سريع، فعشان كده ايه سيبته زي ما هو. هناخد بقى كوبايتين من البوتاص ده او الصودا القوية او الديبوشار زي ما بيقولوا يعني في الدول العربية. بس هما كوبايتين اهم بالظبط. طبعا مش هنخلي ايوه كده، ناخد الحاجات الباقية مش هنرمي حاجة. بصوا لونه اتغير ازاي بسبب الليمون. طبعا هتمسكيه تقلبيه لغاية ما يدوب معاكي خالص. وبعد كده هتسيبيه لغاية ما يبرد بقى. ما تحطيش معاه بقية المكونات وهو سخن، هتبصي تلاقي الحاجة كلبشت معاكي على طول وايه وتقلت معاكي على طول، مش هتعرفي تعملي معاه اي حاجة. فانت تستني لما تبرد خالص عشان هو كده بيبقى سخن. وبالله عليكي حاولي وانت بتعملي الموضوع ده ما يكونش فيه اطفال حواليكي، وتبعديه عن الاطفال. لو حد مثلا عياله بيخشوا المطبخ ولا حاجة تاخد بالها. انا عشان ما عنديش اطفال فبعمل براحتي، ببقى سايبه الحاجه براحتي في المطبخ. ربنا يسترها يا رب ويخلي لكم ولادكم يا رب. تقلبيه لغايه ما يدوب معاكي تماما، وتخلي بالك ما يجيش على ايديكي عشان خاطر ده بيبقى ايه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. هسيبهم بقى يبردوا. بعد ما برد بقى هنا كده خالص، هنا برد خالص، نجيب بقى الزيت هنعاير بقى. هنحط 8 كوبايات زيت. 1 2 3 4 5 6 7 8. لو عايزة ما تعمليش الكمية دي كلها ممكن تعملي النص وتجربي وتشوفي بدل ما تعملي الكمية وما تظبطش معاكي. فانا بقولك اهو اعملي نص الكمية. لو عايزة تعملي الكمية كلها ان شاء الله على ضمانتي وضمن ربنا يعني. انا مش اول مرة اعمله والله العظيم، انا بعمله بقالي كتير، بقالي سنين بعمله. بحب احوش الزيت واروح ايه واروح عاملاه. وتمسكي بقى تقلبي كده شوية شوية، ما تقلبيهوش كله مرة واحدة عشان ما يكلبش معاكي مرة واحدة، مش هتعرفي تحطي بقية المكونات. بصوا لونه بدأ يتغير ازاي، ولسه ما حطيناش بقية المكونات معانا. حاجة ما تقفي البواخة دي بس كده. نجيب بقى بقية المكونات، نحط معلقتين سكر ومعلقتين ملح. تقلبي بقى لغاية ما تدوبيهم خالص.
بص تقلبي براحتك بقى، تفضلي رايحة جاية عليه كده، تخرجي وترجعي تقلبي، تخرجي وترجعي تقلبي. او لو بتعملي اكل ولا بتعملي حاجة تقلبي وتشوفي اللي وراكي، متقلبوش كله مرة واحدة. هنا بقى نحط معلقتين خل، 3 4 5 6 7 8. لكل كوباية زيت معلقة خل، 8 معالق. لكل كوباية زيت 8 معالق، كوباية معلقة خل. كل كوباية زيت معلقة خل، يعني 8 كوبايات زيت 8 كوبايات خل، 8 معالق خل، معلش. هنحط بقى الجليسرين عشان خاطر ايه، نحافظ على ايدينا. بس انا فضيتهم، هما كانوا اخر حبة دول، عشان تحافظي على ايديكي. والله عارفين صابون قمر قمر كده والله. انا من عشاق الصابون ده وحياة ربنا. في ناس ما بتحبوش، بس انا بعشقه. يعني انا بحبه واحب غسيله، يلمع لك الألموني ويخليها بتبرق كده. بصوا اللون بدأ يتغير ازاي معانا. بص اخر مكون بقى نحطه معانا. لو مش عندك مفيش مشكلة، لا ده مش اخر مكون، لسه في مكون تاني. معلقتين اي مسحوق عندك، لو مش عندك مفيش مشكلة. احنا عشان خاطر ايه، نعزز الريحة بس بتاعت ايه، بتاعت الصابون ده، تبقى ريحته حلوة. انتوا عارفين ان ده زيت مستعمل، بيبقى زيت سمك وزيت فراخ وزيت بتنجان وفلفل وبطاطس وكل ما تشتهي الأنفس موجودة هنا. لو ما عندكيش ده وعندك، يعني لو ما عندكيش المسحوق ده وعندك برسيل جل، حطي كيس برسيل جل، أحلى وأحلى. احنا بقى جبنا ايه، الصابون السائل، كوباية صابون سائل كده، أي نوع صابون عندك. لو عندك بريل بقى اللي هو بيتباع ده في الأزايز، عندك صابون سائل اللي بتجيبيه من عند الصبانة، أي حاجة موجودة حطيها. شايفين، شايفين الجمال والحلاوة. تبدأي تقلبي بقى كده، قلب 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 قلب. بصوا هنا بدأ يتقل ازاي، رايحة جاية اقلب فيه، رايحة جاية اقلب فيه. شايفين، بصوا تقل ازاي، بقى عامل زي ايه، القوام بتاعه زي القوام بتاع الكيكة كده. نجيب بقى صاج او اي علبة كرتون عندك تكون العلو بتاعها واطي شوية، يعني الارتفاع بتاعها ما تكونش عالي، ونفرد فيها المشمع كده، اي مشمع عندك. مش عارفة تصوير بكسل لي كده، واتعدل تاني.
طبعا هو هيصلب معانا بسرعة ان شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة. عملنا حاجات من مفيش، يعني صنعنا صابون في البيت من مفيش. انا والله العظيم زمان وانا في بيت ابويا وانا صغيرة، كانت واحدة جارتنا الله يمسيها بالخير كانت تجيب الزيت دوت بتاع التومين، مش زيت مستعمل بقى، بس عملت الحادثة اللي حصلت دي. كانت تجيب البتاع ده تجيب الزيت. انا مكنتش اعرف هي بتعمل ايه، وتجيب الصندوق بتاع اللهم صل على سيدنا محمد، الصناديق بتاعت الرنجة دي كانت تجيبها وتحط فيها. بص الاقيها حطها قدام الباب كده وفيها حاجة زي كده، انا مش فاهمة ايه هي، انا مش عارفة هي بتعمل ايه. بعد كده فهمت ان هي بتعمل ايه، بتصنع الصابون الشمسي ده في البيت. احنا زمان كان عندنا الغسالات العادية، والغسالات العادية كان ليها مبشرة مخصوص عشان تبشري بيها الصابون. اللي غسلت على غسالة ابوها وامها زمان عارفة الموضوع ده، ان كان في مبشرة للصابون بتاع الشمس ده عشان خاطر نبشره للغسيل وفي الغلية. اللي عاشت الايام دي تكتب لي في كومنت وتقول لي ان هي عاشت الايام دي. والغلية، بستلة الغلية والباجور وعصاية الغلية اللي ياما اتضربتوا بيها اكيد، يعني اكيد اتضربتوا. مفيش بيت ما كانش فيه عصاية غلية. بصوا هنا بقى بعد كام ساعة، بصوا بقى عامل ازاي. تقوليش كيكة يا ولاد، ايه الجمال والحلاوة دي يا ولاد. انا بنقطعه وهو طري، ما تستنيش لما ينشف، لو نشف مش هتعرفي تقطعيه هيتكسر منك. لكن انتي تقطعيه كده وتسيبيه بقى براحته 3 ايام 4 ايام اسبوع على حسب ايه ما ينشف. بس هو ما خدش وقت فعلا عندي. بصوا كده سهل في التقطيع. نجيب بقى صينية ولا حاجة ونرصها فيه. انا بوريكم بقى الجمال. طبعا ده شكله لسه هيتغير لما ينشف، لونه زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. بصوا شكله قمر ازاي يا بنات، والله وتوفير عن الصابون اللي بقى الصابون السائل اللي بقى ب8 جنيه وب10 جنيه وب12 جنيه. الصابون حاجة صعبة اوي. شايفين بقى صلب ازاي، اسعار بقت خيالية يعني. اللي كنا بنجيبه ب2 جنيه وب3 جنيه. هوريها لكم دلوقتي الرغوة بتاعته عامل ازاي. ده بصوا اتعمل من الزيت المستعمل. كان نفسي تسمعوا الصوت والله. صلب وبقى ناشف خالص اهو. اللي عندها بقى غسالة فوق اوتوماتيك ممكن تبشره بقى وتحطه في ايه، مش فوق اوتوماتيك، الغسالة اللي هي المروحية، تبشريه بالمبشرة كده وتحطيه في قلب الغسيل. لسه ما عملتش حاجة. بصوا بينضف الغسيل جدا. بصوا بقى، بصوا لسه يا دوبك اهو بوريكم اهو، ما عملتش حاجة. بصوا الرغوة، شايفين الرغوة، شايفين الجمال. بصوا بدل ما نروح نشتري من بره مع مين نعمله في البيت بأسهل طريقة. بصوا الجمال. اوعوا ترموا الزيت تاني المستعمل. بصوا اوعوا. شايفين الرغوة عاملة ازاي، شايفين.
ولا بيبوظ الايد ولا بيعمل اي حاجه ولا بيسود الايد. انا عندي ترموه لكن ما تبيعوش على طريقتي. حرام حرام حرام. بصوا شايفين انا بقى بستعمله ازاي. تصنيع ما بمسكش بقى الليفه كده واقعد ارغي كده بقى. حرام والله. لا انا هقول لكم بقى كده ودي طريقه محدش عملها على اليوتيوب ومحدش وريها لكم على اليوتيوب. هوريكم انا بستعمله ازاي بالظبط. دلوقتي بقى يعدوا بقى يقول لك ب25 جنيه الزيت المستعمل. الرغوه اقول له والله لو هتدوني، لو هتاخدوا ب100 جنيه مش هبيعه. شايفين انا اتسبب في اذية حد، ده حرام. شايفين؟ هروح وارجع لكم تاني اوريكم انا بستعمله ازاي. بصوا انا هجيب الصابونه كده. دي طبعا اللي انا قلت لكم عليها محدش عملها على اليوتيوب خالص. بصوا ده اهو بتاع مش عاجبها الحاجه. بصوا بقى حطيتها كده بحط عليها ميه سخنه. مش عايزه تحطي له الميه مغليه دي لو انت مستعجله. مش عايزه تحطي ميه مغليه ممكن تنقعيها من بالليل قبل ما تنقعها شويه كده لغايه بس ما الميه كده وتحطي عليها الميه وتسيبيها باشت معاكي وتستعمليها كانها صابون تستعملي كانك بتستعملي ايه للناس اللي هي ايه اللي ما بتحبش صابون سائل عادي بدل ما تزهقي وترغي كده يعني على ايه على الليفه في الليفه بتاعتك. تمام. السبونشه اللي بتحب بقى ترغي وتستعمل كده على طول تعمل دي حاجه ترجع لك انت. طبعا هسيبها لما لكن انا كهند بحب استعمله كده. بحط الحته واحط عليها ميه مغليه استنى لغايه ما الميه تبرد بتبوشها على طول. الشير لو عايزه تحطيها مثلا من بالليل مش عارفه ليه في الميه وتصحي تستعمليها تمام. حلو والله. وبينفع في وقت وقت زي كده. انا ما عنديش صابون مواعين في البيت والله. زعلونيش منكم بقى. في وقتنا الحالي ده ما عنديش صابون مواعين في البيت. هبوشها واغسل بيها مواعيني عادي. انتوا ما بتتفرجوش على الفيديو كله عشان كل حاجه انا بعشقه على فكره. الصابون ده كل حاجه اقسم بالله انا بعشقه وبعشق الغسيل بيه. بحس براحه نفسيه كده بس مشاهدات وخلاص. وتبرد وارجع لكم تاني. لكن ان انت تتفرجي على الفيديو كله ده كده مش هيأثر معاكي في حاجه بس هيفيدني انا وهينفعني انا. اللي بيعزني يعني يتفرج على الفيديو كله. شايفين الرغوه؟ ما تستخسروش في اختكم الله ولا هيضايقك في اي حاجه. اعزكم الله يعني ربنا يبارك لكم. كانك حاطه صابون سائل. اللايك هو اللي هيرفع القناه. الرغوه بتاعته ممكن تقعدي تزودي فيه ميه كمان هتبصي تلاقي الرغوه زي ما هي بتنزل في قلبي يا بنات. في قلبي ولا شعوذه. شايفين؟ مش في الطبق اهو من حلاوتها. الصابون البلدي اهو. والله بحس براحه نفسيه كده وانا بغسل بالصابون ده. بصوا الصابونه يعني بغسل المواعين كده الرغاوي كده بتحسي نص صابونه براحه نفسيه ان انت بتعملي حاجه ممكن تستعملي حاجه انت اللي عاملاها بايدك وانت اللي صنعاها بايدك في البيت. اهو شايفين الرغوه. وان شاء الله بعمل لكم الصابون السائل برضه في البيت كده. طبعا ما فيش حد في اليوتيوب كله عمل الحركه اللي انا بعملها الصابون ده. دي بهند بس اللي بتعملها. لو وصلت لغايه هنا تبوشي الصابونه كده لما تمسكي وتقعدي تقعدي ترغي في الليفه بتاعتك او السبونشه او السلك. بصوا اهو بصوا ولا تقولي لي بقى صابون سايل. بصوا راحه نفسيه ولا بتاع ولا شاي بالنعناع. راحه نفسيه عندنا هنا وبس يا جماعه. عايزه اقعد العب فيها. محدش عمل الحركه دي قبل كده. والله عايزه اقعد العب بالرغوه زي البيبيهات كده. بيوري لك الرغوه بالصابونه كده وخلاص. انا بقى بوش لكم الصابونه عشان ترتاحي من الصابونه خالص. بصوا اهو نص الرغوه لسه فيها وده بقطعه صابون صغيره. شايفه الرغوه مش قطعه كبيره اهو. بتغسلي وتعملي كل حاجه. الصابون ده بقى مش هقول لكم بقى على السحر بتاعه. يلا بقى قومي بقى لو عندك شويه زيت بعتي اشتري بطاس لو ما عندكيش وقومي اعمليه على طول. مش هياخد منك حاجه والله ما ياخد منك وقت ولا مجهود. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله من يوميات هند عبد العزيز. حلوه كده من قلبك. كومنت حلو منك كده يفرحني ويشجعني كومنت حلو ان انا اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى واكتر واكتر.